وعلشان كده يعني مهما ذاكرت ومهما عملت ومهما اجتهدت ومهما بص عملت المستحيل في الدنيا دي، هتفضل ورقة الامتحان هي رعبك وكابوسك. الحركة دي حرفيا انت لو تعرف افادتها وانت مرعوب في اللجنة، والله العظيم هتتمنى انك تعرفها. ازاي ممكن قلقك قبل الامتحان يخليك تسقط وتعيد السنة، مع احترامي الكامل طبعا لمجهودك وللساعات اللي انت ضيعتها فوق الكتب ولانعزالك عن البشر عشان تذاكر، الى ان الحقيقة المرة اللي محدش اساسا هيقدر يواجهك بيها، الى انك اكتر واحد مرشح انك تفشل وتضيع تعبك السنة دي. ارجوك ما تفهمنيش غلط، انا والله العظيم مش جاي اهاجمك، انا جاي اكلمك في علم نفس صريح. الحلقة دي من اتقل الحلقات اللي انا عملتها. خليني اقول لك حاجة يعني الامتحانات عمرها ما كانت ازمتها مع الشخص اللي مقضيها لعب طول السنة وما فتحش كتاب، ولكن بقى الازمة الحقيقية والوجع كله بيحصل مع الطالب الذكي اللي بنقول عليه الدحيح، اللي بيذاكر من اول السنة ومقضيها دح، ويعني ما سابش كلمة في الكتاب والجلدة نفسها هو مذاكرها. الشخص ده بمجرد ما يدخل قدام ورقة الامتحان بيتحول ريستارت لعاجز تمام. مشكلتنا بقى مع الستودنت ده. طب ليه مشكلتنا معاه؟ لان الستودنت ده اول ما بيدخل يعني الامتحان بيتحول، يعني عقله بيتحول اول ما يشوف ورقة الامتحان كده قدامه، عقله بيتحول عاجز، مش عارف، نسي كل الكلام. والغريب انك اول ما بتخرج من باب اللجنة ويعني تشم شوية هوا، المعلومات ترجع تاني زي الرز وتفتكر الإجابة بالحرف. يعني أنا الحرفين أنا ساعات بتحصل معايا الحاجة دي. خليني أقول لك بقى، اللي حصل لك ده مش غباء مفاجئ، ده اسمه الانهيار النفسي الصامت. انت شخص بتعرف يعني تذاكر كويس جدا 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 جدا، بس للأسف ما عندكش أي إثبات انفعالي قدام شوية ورق. أول ما بتتحط تحت ضغط بتسلم نمر، وعقلك بيغفلك وانت قاعد يا عيني يعني من بالليل وبتفضل تذاكر بقى ومش عارف ايه وخلاص انا فاكر المعلومة. اول ما بتدخل زي ما قلت لك هوب عقلك بيغفلك وبيمسح الداتا. بس الحقيقة علشان اكون منصف معاك، العيب مش فيك انت، العيب اساسا ملوش دعوة بذكائك. سواء كنت بتمر بمرحلة في اعدادي او في ثانوية او ثانوية عامة توجيهي او امريكان او اي جي او اول سنين الجامعة عندك، وخد عندك بقى ضغط اهلك والمقارنات ومستقبل وضغط مستقبل، ده بقى بيخلي جهازك العصبي يتعب. او في القولون يعني اول ما بتدخل قبل الامتحان بيوجعك. عقلك الباطن من كتر خوفه على مجهودك بيعمل قفلة بيولوجية علشان يهربك من رعب المواجهة. مذاكرة لوحدها والله العظيم مش كفاية. فلو مش عارف بقى تسيطر على الخوف اللي جواك والقلق اللي جواك، ففي الفيديو ده انا مش جاي الومك ولا جاي اقولك انت وانت وانت والكلام ده، لا خالص. انا جاي امسك بايدك ونفهم سوا ازاي تكسب الثبات الانفعالي اللي يخليك تدخل اي لجنة او اي حاجة وما تخافش منها، والورقة هي اللي هتخاف منك مش انت اللي هتخاف منها. فركز معايا علشان والله العظيم الفيديو ده فيه كمية معلومات بس انت استوعبها. بس انا بقى مش هقولك بقى نصايح يعني انشائية من بتاعت يعني نام بدري واشرب ينسون. انا هكشف لك السويتش الخفي اللي جوه عقلك، اللي لو ضغطت عليه النهاردة هتدخل يعني المرة الجاية في اللجنة اعصابك في تلاجة، وتخلي دماغك تستدعي اصعب معلومة ايا كانت ايه هي، حتى لو كنت انت قرأتها من 6 شهور هخليك تستدعيها. هو ايه ده يا عم اللي انت بتقوله ده؟ سحر؟ لا يا عم والله ما سحر، ده علم. وفي اخر الفيديو بقى ليك مني هدية، ايه هي؟ هنستكشف مع بعض. حرفيا انت بقى لو بيحصل معاك الحاجة دي كمل معايا الفيديو للاخر، انت اللي هتبقى خسران. انا كده كده عندي المعلومة. انا دكتور حسن عرفان، طالب طب اسنان، وعامل التشانل ده علشان اساعدك انك تفهم سيكولوجية عقلك، وعلشان تخرج من دوامة المستهلك وتصبح يعني ستودنت او شخص كده منتج في الحياة، شخص منتج حقيقي مش منتج بالكلام. هنا بقى بنطوع علم السلوك والباكلوج ونبني عاداتنا وعباداتنا حتى لو 1% كل فيديو، وفي كل فيديو بديلك جرعة وعي. بس اوعى تموت مني، بهزر بس مش دم تقيل والله. انا عارف اني طولت عليك بس يعني I'm so sorry. جهاز كوباية القهوة بتاعك، جهاز كوباية القهوة بتاعك ايه بس، جهاز كوباية القهوة بتاعتك او مشروبك الفيفوريت، وكمل معايا الفيديو للاخر زي ما قلت لك علشان هديك جرعة وعي. والله العظيم استوعب انت بس المعلومات دي، ولو ما اخدتهاش انت كده انت الخسران مش انا كده كده عندي المعلومة. خلينا بقى كده نمشي واحدة واحدة ونفكك الموضوع ببساطة.
الوهم الاكبر اللي المجتمع زرعه في دماغك وانت بلعته وبقيت اكشلي بتدافع عنه هو انك مقتنع ان مشكلتك الحقيقية في التوتر والنسيان، يعني اللي بيجيلك فجأة في اللجنة بس انت من جواك بتموت على النجاح. الحقيقة المرعبة والناضجة اللي لازم تواجه نفسك بيها دلوقتي حالا، لان عقلك الباطن يعني في اللحظة دي مش عايز ينجح ويبذل اقصى مجهود علشان يفشل، لانه في اللحظة دي شايف ان الفشل هو الحاجة الوحيدة الامنة ليه. الكلام ده ممكن يصدمك او يوجع كبرياء، بس في علم النفس السلوكي مفيش حاجة اسمها تدمير ذاتي بيحصل بالصدفة او الغباء مثلا. بص، عقلك الباطن يعني جهاز ذكي جدا 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 ومعقد جدا، ومستحيل ومن رابع المستحيلات يمسح لك المعلومات اللي انت ذاكرتها في الامتحان، الا بقى لو النسيان ده بيلبي ليه حاجة نفسية وملحة انت بقى بتبقى هربان منها يا عم الناظر. تعال نفكك الحسبة دي سوا ونفهم الدنيا ماشية ازاي وعقلك اساسا بيفكر ازاي. انت طول السنة رابط المذاكرة والمجموع والمذاكرة والامتحانات وكل ده كأنه جبل من الكومبريشن والمقارنات وكل ده. قيمتك انت كبني ادم في نظر اهلك وفي نظر المجتمع قيمة مشروطة بورقة الامتحان دي. فالمخ هنا مش شايف كتاب ولا فيزياء ولا طب ولا اسنان ولا كل الكلام ده، المخ في اللحظة دي شايف حاجة واحدة بس، خطر وجودي بيهدد سلامتك النفسية. فيقوم بقى عقلك الباطن يحلها يعني بمعادلة سيكولوجية، يقرر بقى يعمل لك القفلة دي ويقوم مسح لك كل الداتا اللي انت المفروض يعني بتذاكرها من بالليل. ليه بقى حصل كده؟ انا عايز افهم يعني ليه. علشان يقدم لك يعني اثمن هدية، ما مش مع مش يعني ايه، ملهاش اسم او مفيش اسم يوصفها غير كده. اثمن هدية بيحتاجها كبريائك في اللحظة دي عذر بريء وشيك يغسل بيه ايدك من المسؤولية. عقلك الباطن بيبدل خوفك المرعب من انك تسعى وتفشل فتقوم قايل انا غبي ومستقبلي ضاع، بحجة بقى تانية مريحة ومقبولة للمجتمع، وهي بقى انا شاطر جدا والدنيا تمام وانا عامل اللي عليا، بس بقى التوتر والنسيان هما اللي ضيعوني. انت عايش في وهم انك بتطحن نفسك علشان تنجح، مع انك للأسف في الحقيقة انت مدمن منطقة الراحة، خايف من النجاح ومن المسؤولية ومن الخطوة اللي جاي، فبتستخدم القلق كفرامل يد بتشدها بنفسك كل ما تحس انك خلاص قربت توقف. الحقيقة انت مشكلتك مش في المادة، خليني بس البس لك النضارة. انت مشكلتك مش في المادة ولا في ذكائك ولا في كل ده، انت مشكلتك انك عامل عهد صلح سرية مع الفشل لمجرد انه بيحميك من رعب المواجهة الحقيقية مع نفسك. زرعت جوه دماغك رابط كيميائي مرعب بيقول انا مش هحس اني طالب ناجح ومحترم وضميري مرتاح الا لو كنت مضغوط وقلقان وشايل طاجن 66 فوق دماغك. مش انا اسف، مش كده يعني كمثال يعني. اوكي، وبقيت بقى بتستمد قيمتك وبرستيجك قدام زمايلك وقدام الناس من كمية الشقاء والاسترس اللي انت عايش فيه. في الحتة دي بقى عقلك الباطن لقط الشفرة دي وحولها لسيستم حياة، وبقى فاهم ان الانرجي والألم والضغط هي المحرك الاساسي ليك. فلما خلاص بقى ذاكرت وعملت اللي عليك فبتقوم داخل اللجنة، عقلك اكشلي بقى بينفذ اللي انت عودته عليه، اللي انا لسه قايل لك عليه من شوية طول السنة. بيقوم بقى خلق لك قمة المعاناة والمقارنات والدراما وكل ده في اكتر وقت انت محتاج فيه الهدوء. فيعني النسيان والبانيك اللي بيحصلوا لك ده حاجة يعني طبيعية جدا جدا جدا، يعني لشخص بقاله شهور بيغذي نفسه بيغذي جسمه ويغذي عقله على كلمات الرعب والشعور الرعب. ده نتيجة طبيعية جدا. فمستني ايه بقى من خلايا مخك لما تفضل تحطها يعني تحت ضغط بالسبع شهور والخمس شهور والست شهور؟ ويعني لو انت مثلا في جامعة فانت بتدرس مثلا قول يعني 3 شهور، فده طبيعي جدا ان يوم الامتحان الفيوزات تضرب في عقلك. الحقيقة بقى اللي عايز يعني اصارحك بيها ان انت بتفتكر لما تيجي تدخل الامتحان انك داخل الامتحان انك شخص رايق كده وهادي زي ما انا بعمل كده، بتفتكر انك شخص مستهتر. وانا بقى عايز اصحح لك المعتقد ده. فاللي انت بتعمله ده واللي انا لسه ذاكره، انت بقى بتستدعي القلق بارادتك، خد بالك بارادتك،
علشان تحس بلحظة انك لحظة جدية شوية. واللي عايز برضو اصارحك بيه، انت اللي انت بتعمله ده اصلا انت بتعاقب نفسك مسبقا وبتدفع تمن الفشل خوفا قبل ما يحصل. وعلشان كده يعني مهما ذاكرت ومهما عملت ومهما اجتهدت ومهما بص عملت المستحيل في الدنيا دي، هتفضل ورقة الامتحان هي رعبك وكابوسك. مش علشان ان المنهج صعب او الدنيا مش تمام، بل لانك رافض انك تتخلى عن دور ضحية المناضل وتستلم دور المحترف الهادي اللي داخل يسلم شغله وزنه. فاللي عايز اقوله لك بقى يا عم الناضج، انت مش محتاج انك تذاكر اكتر، ولا انت محتاج انك قلق اكتر، يعني تخلي نفسك قلقان اكتر، ومش محتاج كل ده. انت بس كل اللي انت محتاجه انك تهدي نفسك علشان عقل وجهازك العصبي، واهم حاجة جهازك العصبي دي، علشان عقلك يفهم انه في امان، عشان ما يهربش بحاجة تانية. فاهمني؟ فهكلمك برضو يعني عن علم السلوك وعلم العادات. اللي انا بقوله ده علم عادات، يعني ده عادات. فهتكلم عنه يعني في فيديوهات جاية كتيرة. فانت زي ما قلت لك انت محتاج تفهم عقلك الامان، لان عقلك ما بيفرقش بين الصح والغلط، وما بيفرقش بين الخوف والامان. يعني انت محتاج تديله الامان، فرقش بين الأقصى، ما بيفرقش بين الصح والغلط. فانت محتاج تفهمه انك في امان علشان عشان تعرف تعمل ريستارت للاجابات. يس، ركز معايا بقى، عشان الاكتشاف ده انا ما وصلتلهوش بالصدفة، ولا قرأته في كتاب، ولا في بوست يعني من بتوع التنمية البشرية. المهم الاكتشاف ده اكتشفته لما بدأت أراقب وأحلل سيكولوجية عقول ومئات الطلاب من مختلف الأعمار. شفت الستودنت اللي بيموتوا نفسهم مذاكرة في إعدادي وفي ثانوية عامة وفي ثانوية عامة توجيهي، اللي هم دول بره مصر أصلا، الناس اللي هم في الخليج، في العراق والسعودية والإمارات، ده اسمه يعني ثانوية عامة توجيهي. وشفت كمان يعني انا الناس دي اساسا، يعني الفئات اللي انا بكلمك عليها دي اساسا انا بتابع معاهم شخصيا في دراستهم. بتابع معاهم، بعمل لهم جداولهم وانظم لهم مذاكرتهم عن طريق سيكولوجية العقل، وطبقا على المحتوى اللي انا بقدمه. اساسا انا بحلل الاعمار بسبب اللي انا بمر بيه واللي بشتغل بيه، فاهمني؟ وكمان معايا ناس في هاي سكول، يعني امريكان واي جي. وشفت كمان دحيحة بيقعدوا على الكتاب بال15 ساعة، وفي الاخر يدخلوا اللجان ينهاروا ويطلعوا بملامحهم يعني ما تبسطش، وللأسف تعبهم يضيع في الأرض. وفي نفس الوقت بقى كنت بشوف نوع تاني خالص، ستيودنت بيذاكر بقى يمكن نص المجهود اللي انا لسه ذاكرهولك. الناس اللي كانت بتذاكر بال15 ساعة كان ممكن يذاكر نص المجهود بتاعه، بس قبل ما يدخل بقى الامتحان بتاعه بيدخل رايق، بيشرب له كوباية قهوة، يعني بيروق على نفسه كده، ما بيشدش نفسه، ما بيوترش نفسه، ما بيفكرش في المستقبل، ولا بفكر في ماضي، ولا بفكر ايه اللي حصل في الماضي اللي قبل كده، ما بفكرش في كل ده. ومن هنا بقى سألت نفسي، يعني قلت ايه الفرق ما بين ده، الشخص ده والشخص ده؟ المنهج واحد، الدكتورز واحد، يعني المدرسين واحد. طب ايه المشكلة؟ ويمكن يا عيني المنهار ده يعني مذاكر اكتر من اللي انا لسه ذاكرهولك، وكمان يمكن تعبان اكتر منه. وهنا بقى كانت الصدمة حرفيا اللي فتحت عيني. اكتشفت ان الامتحان كان عمره ما كان اختبار لمعلوماتك ولا لذكائك. الامتحان في حقيقته هو اختبار لمدى نضوج جهازك العصبي وثباتك الانفعالي. لان انت يعني مثلا لو في مثلا مراقبة بتراقب عليك، او دكتورة بتراقب عليك، او معيدة بتراقب عليك، ويا دوب زعقت شويه، ممكن الاجابات اللي انت مبصمجها بالليل ممكن تطير بسبب يعني فعل بسيط. فهم لما بيجي يختبروا، اول حاجه ما بيختبروش عقلك، البرين ده ما بيختبروش، لا، ده اول حاجه هو بيختبروه، بس ما بيختبروش عقلك الاول، لا مش كده خالص، نوت برين. فهم بيختبروا جهازك العصبي الاول، وبيختبروا مدى ثباتك الانفعالي الاول، وبيختبروا بعد كده بقى في الاخر المعلومات بتاعتك. يعني انا قلت لك 1 نمبر 1 يعني جهازك العصبي، نمبر 2 البرين بتاعك، نمبر 3 معلوماتك وذكائك. فهم الامتحان انت فاهمه غلط. فاكتشفت بقى ان الطالب اللي بينهار مش غبي، بل هو الشخص اللي
بيملك عقل ذكي جدا. وهنا انا بلمت بحدد عدد معين من الاشخاص اللي عندهم قلق، ولكن انت لازم 9 او 9.5. بهزر والله. ولكن بقى الحقيقة ان العقل ده شغال ضده، رغم انه ذكي عقله مش شغال معاه، مش ماشي في طريقه. عقل اتعود على الخوف لدرجة انه بقى بيخلق الفشل، ويقوم بقى فاصل الفيشة جوه اللجنة يعني كأنها حيلة علشان يهرب من مواجهة المستقبل. والاكتشاف ده خلاني افهم حاجة: انت عشان تنجح انت مش محتاج تفتح كتاب جديد، انت محتاج تفتح دماغك انت الاول وتفهم اللعبة اللي بتتلعب عليه. بس انت يا عيني مش فاهم الكلام ده، هو اديني فهمت. والحقيقة الاعمق بقى ان يعني عقلك اللي مش عقلك عايز يستوعبها ويفهمها وبيلعبها عليك، انك بنص السيكولوجي وجلد الذات ده انت بتخالف اللي المنهج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله لنا، وبتخالف المنهج اللي ربنا يعني منزله لنا علشان نواجه بيه الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم سلك في حديث يعني ليه من كتر دقته النفسية بيوصف حالتك دي بالظبط، لما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كنت فعلت كذا وكذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنا عايزك تركز في الترتيب النبوي العبقري ده. أنا حرفيا أنا بستعجب من قمة ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقمة حلاوة كلامه، وقمة النضج اللي هو فيه. أنا بستعجب منه حرفيا والله. فأنا عايزك، أنا حرفيا المناهج كل مناهج الطب ملخصة إيه؟ ده أنا بحس إن كل المناهج بتاعت الطب، أنا في أول يعني طريقي للطب أصلا، فمن الدقة بتاعت الأحاديث ومن دقة المنهج الإسلامي، يعني أنا بستعجب. الطب كله، كل مناهج الطب في الأحاديث النبوية، بس احنا مش فاهمين كده. احنا بس عايزين نمشي يعني ورا اوروبا، عايزين نمشي ورا العلم، ولكن ده علم برضه على فكرة، علم الدين. علم مش معنى اني بتعلم، مش ما اتعلمش بس اني ما اتعلمش الا علم بس. مثلا انا في كلية طب، كلية طب اسنان، ما ادرسش بس طب اسنان. طب ما انا عندي كتب اهي، انا عندي كتب يعني. ده كتاب بتاع جامع العلوم، أنا بقرأ في العلم والشريعة، في العقيدة يعني والشريعة والكلام ده. ما بقرأش يعني في الكتب النفسية بس، ما بقرأش في علم السلوك بس، ما بقرأش في علم النفس بس، ما بقرأش في ده بس. فاحنا عندنا انت بايدك، يعني انت كشخص لسه يعني ما بين ال 15 ل 25 سنة، فانت لسه حياتك قدامك، فاهمني؟ فاللي عايز اقوله لك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ باحرص واستعن، يعني اعمل اللي عليك والدحيح اللي جواك يذاكر ويسعى، وبعدها فورا قال: ولا تعجز. ولا تعجز يا عم الناضج. وعارف بقى ايه العجز اللي الرسول بيحذر منه هنا؟ هو الاستسلام الصامت والقفلة اللي عقلك بيعملها، والهروب برغبتك في دور الضحية علشان تبرر لنفسك الفشل مسبقا. عقلك الباطن لما بيقفل في اللجنة ويدخل اللجنة مرعوب، هو في الحقيقة أساسا بيعمل إيه؟ هو هنا قاعد بيفتح باب لو دي أساسا من الشيطان. طب لو سقطت، طب لو عملت، طب إيه اللي حصل، طب لو ما جبتش المجموع اللي نفسي فيه، لو ما جبتش الGPA اللي أنا نفسي فيه، طب لو أهلي اتصدموا فيا هعمل إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قفل لك الباب ده وقال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، وشيطانك هنا هو قلقك وتدميرك الذاتي والفرامل اللي بتشدها بايدك علشان تهرب من النتيجة. ويأسفني اقول لك يا عم الناضج، انت لما بتيجي بتسعى بجسمك بس قلبك وعقلك الباطن ما عندهمش توكل حقيقي. انت رابط النتيجة بذكائك ومجهودك بس، فمرعوب من فكرة ان مجهودك وذكائك ما يكفيش ومذاكرتك. بينما السكينة وثباتك الانفعالي جوه اللجنة مش هيجوا الا لما تفصل النتيجة عن السعي. ادخل لجنتك كعبد مأمور بالسعي وسايب النتيجة لصاحب النتيجة. لما تفهم ان دورك بيخلص بعد ما بتسلم القلم، مستقبلك ورزقك ربنا شايلهم ليك وكاتبهم لك، وفي مكان افضل بكتير من حساباتك الليمت المحدودة.
رعب المواجهة هيموت، والجبل اللي جوه دماغك هينهار، وعقلك الباطن هيبطل يهاجمك بالنسيان لانه اخيرا حس بالامان. وده اللي انا عايز اوصله معاك يا عم الناضج، ويعني وافهمهولك الامان. علشان بقى نقفل المعاهدة السرية ونقفل كل الرعب ده، عندك 3 خطوات نفسية وعملية لازم تنفذهم بالمسطرة من النهاردة. اول لما تستلم الورقة بتاعتك وابتديت يعني انك تحس بالقلق والرعب وخلاص المعلومات هتبتدي تتبخر، سيب القلم فورا. انا عايزك تسيبه. يعني انا حرفيا والله العظيم انا بعمل الحاجة دي. يعني انا لما باجي مثلا اكيد يعني انا بتوتر في اي لجنة او في اي، يعني لما باجي مثلا في امتحان ليا بتوتر اكيد طبيعي يعني. بقوم عامل يعني بقوم يعني انا عايزك بقى تسيب نفسك خالص وترجع ظهرك لورا وخد 3 انفاس وتكتم النفس جواك. ده اسمه سيستم اعادة التشغيل. الحركة دي حرفيا انت لو تعرف افادتها وانت مرعوب في اللجنة والله العظيم هتتمنى انك تعرفها. الحركة دي سيكولوجيا وبيولوجيا بتبعت اشارات للمخ، ريفلاكت او معكوسة، بتبعت اشارات للمخ بتقول له احنا كويسين، احنا في امان، الدنيا تمام. فالدم بيبتدي يرجع فورا ويتدفق في الذاكرة، والتفكير والطلاسم هتبتدي توضح قدامك. وتاني حاجة او توبك 2، افصل قيمتك كإنسان. أكبر غلطة بتدمرك ثباتك الانفعالي، إنك داخل اللجنة ومقنع نفسك ومقنع عقلك يعني بيخليك عندك اقتناع إنك داخل إن مجموع المادة دي هو اللي بيحددك أو بيحدد قيمتك كإنسان، بني آدم ناجح وذكي ولا فاشل ومطرود من جنة المجتمع. طول ما الامتحان ده هو أنت فاكر إنه بيحدد قيمتك، رعبك هيفضل يحرق خلايا مخك. انا عايزك تدخل وتبص للورقة على انها تيست او لعب بيقيس كم معلومة انت فاكرها. امتحان ما بيقيسش انت مين ولا ربنا كاتب لك الرزق فين. فقلل اهمية اللحظة دي في عينك، الخوف جواك هيموت. تالت حاجة دي بقى وحرفيا دي اهم حاجة، واجه اسوأ سيناريو وعيشه. اقعد مع نفسك لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بس يبقى في هدوء تام، وعايزك تقول لنفسك كده: لو دخلت وما حلتش وجبت مجموع مش حلو، ايه اوحش حاجة هتحصل في الكون ده؟ همر بظروف صعبة، اهلي هيزعلوا شوية، تمام، بس هعيش تاني وهقوم وهدور على طريق جديد، وارض الله واسعة والحياة مش هتقف. لما عقلك الباطن لما يشوف اسوأ سيناريو مش معناه الموت ولا نهاية العالم، هيبطل يتعامل مع اللجنة برعب وهيستسلم لأمر الواقع ويسيبك تذاكر. وفي النهاية يا عم الناضج افتكر دايما ان الجبل مش حقيقي، الجبل ده وهم انت اللي بنيته جوه دماغك علشان تحمي نفسك من خوفك. اهدى كده وفك الفرامل وتوكل على الله، وسيب عقلك الباطن يشتغل معاك مش ضدك. انت تعبت حرفيا، الناضج اللي جواك لازم ينجح. فلو حسيت ان الفيديو ده وصف حتة جواك ولمس حتة جواك وفتح لك نور جوه عقلك ووعاك باللعبة الخفية اللي كان عقلك بيلعبها عليك، ابعت الفيديو ده لصاحبك الدحيح اللي بيحصل معاك واللي تملي بيسلم نمر في اللي جاي، يمكن تكون سبب في انه يهدى ويجيب المجموع اللي نفسه فيه. وما تنساش يا عم الناضج تعمل سبسكرايب علشان اللي جاي والله العظيم يعني هيفتح دماغك على حاجات كتير، وهفكلك كوابيس كتيرة في سيكولوجية المذاكرة وتنظيم الساعات علشان تخلص مراجعات نص الوقت وبأقل مجهود. اشوفك في فيديو جديد يا عم الناضج. السلام عليكم.